عاوز 25 مليون جنيه تمويل لفكرتك؟ عندك فكرة مطرقعة وعاوز تعملها شركة ومحتاج تمويل؟ جايب لك أعظم مسرعة أعمال في العالم. يعني إيه مسرعة أعمال يا عم أنت؟ مسرعة الأعمال عبارة عن منظمة بتاخد الشركات وهي لسه في بدايتها، ممكن يا دوب وهي لسه فكرة، ويدوهم تمويل. مش بس كده، لأ، بيدربوهم ويعرفوهم على مستثمرين تانيين يمولوهم كمان. أنت فاكر الموضوع خلص؟ لأ، كمان بيساعدوهم يأسسوا شركتهم صح ويحل معاهم أي مشاكل قانونية. يعني بتخش لهم يا دوب فكرة أو بروتوتايب، تطلع منهم شركة متكاملة. وهو بيعملوا الكلام ده ببلاش؟ لأ طبعًا، بياخدوا نسبة صغيرة جدًا من شركتك بس بيقوموها لك صح. ومسرعة الأعمال اللي هنتكلم عليها النهارده اسمها واي كومبينيتور أو واي سي. ليه واي سي او واي كومبينيتور افضل مسرعه اعمال في العالم؟ اول حاجه، الناس اللي هتدربك على البيزنس مش مجرد دكاتره جامعه عمرها ما عملت بيزنس في حياتهم، لا، اللي هيدربك على البيزنس رجال اعمال تقال جدا عملوا مليارات الدولارات، زي سام التمان اللي عمل شات جي بي تي، وجابوا قبل كده ناس زي ايلون ماسك، مارك زوكربيرج، بيل جيتس يدوا محاضرات للناس اللي اتقبلت. يعني مش هتلاقي اعظم من دول يعلموك ازاي تفتح شركتك. تاني حاجه، خدت شركات كبيره جدا زي اير بي ام بي، ريدت، سترايب وغيرهم كتير لما كانوا لسه فكره وقدمت ليهم الدعم لغايه بقوا مليارات الدولارات. يعني اير بي ام بي لوحدها عامله 75 مليار دولار دلوقتي، غير ان شات جي بي تي اول ما بدا عندهم. يعني هتخش على مسرعه اعمال عندها سابقه شركات 10 على 10. ثالث حاجه، بتقبل تقديمات من اي حته في الكوكب. يعني ممكن وانت في مصر تقدم وتجيب لك فيزا امريكا لغايه عندك لو اتقبلت، ومفيش عنصريه. يعني ممكن تشوف الدول اللي استثمرت فيها من اللينك اللي هسيبه لك في التعليقات، حرفيا قابلوا ناس من كل حته في الكوكب. يعني مالكش حكه، دي فرصتك انك تقدم، والتقديم بيبقى 4 مرات في السنه. هي واي سي بتقدم لك ايه؟ اول حاجه بتقدم لك 125 الف دولار، يعني 6 مليون جنيه مقابل 7% من شركتك، غير 375 الف دولار تحت تصرفك في اي وقت. تاني حاجه، تدريب على اعلى مستوى، واللي بيديك التدريب رجال اعمال كبيره عملت مليارات. تالت حاجه، كل اسبوع بيقعد معاك رجل اعمال كبير يشوف مشاكلك ويحلها معاك واحده واحده. رابع حاجه، بعد ما بتخلصوا بتعملوا يوم اسمه ديمو دي، بيجمعوا المستثمرين من كل حته، المستثمرين بيسمعوا كل شركه بتعمل ايه، والشركه اللي بتعجبهم بيعرضوا عليها استثمار. يعني المستثمرين هم اللي بيجروا وراك، مش انت اللي بتجري ورا المستثمرين. مش بس كده، تقدر تخش على منصه اسمها بوك فيس، المنصه عليها كل الناس اللي اتقبلت في واي سي، وتقدر تعمل معاهم صحوبيه، وكده بتقدر تبني شبكه علاقات على اعلى مستوى. انت رايح فين؟ لسه ما خلصناش. تقدر من خلالهم تجرب كل موديل الذكاء الصناعي قبل ما تنزل، لانهم عاملين شراكه مع معظم شركات الذكاء الصناعي، ده غير عروض وخصومات بتوصل ل 500 الف دولار على خدمات كتير زي الكلاود والاستضافه والدفع الالكتروني. ازاي تتقبل في واي سي؟ واي سي بتبص على 3 حاجات، اول حاجه الفكره، تاني حاجه المؤسسين، تالت حاجه السوق او الماركت. اول حاجه الفكره، هل الفكره جديده ومختلفه ولا بتقلد حاجه موجوده وخلاص؟ هل الفكره بتحاول حل مشكله موجوده بالفعل؟ وليه الناس محتاجه الحل بتاعكم؟ هل في منتج شغال وعندكم مستخدمين او مبيعات؟ تاني حاجه المؤسسين، والمؤسسين اهم حاجه في الموضوع، هل المؤسسين جامدين يقدروا يبنوا الفكره ولا لا؟ هل اشتغلوا مع بعض قبل كده وازاي اتعرفوا على بعض؟ وهل كل واحد شغال بدوام كامل على المشروع ولا لا؟ تالت حاجه السوق او الماركت، مين العملاء بتوعكم؟ السوق حجمه قد ايه؟ بتنافسوا مين؟ وازاي هتكونوا احسن منهم؟ وهسيب لك فيديو في التعليقات في رئيس قسم التقديمات بيشرح ازاي تتقبل في واي سي. ازاي تملى ابلكيشن التقديم لواي سي؟ اول حاجه لازم تعرف ان التقديم مفتوح 4 مرات في السنه، يعني مره كل 3 شهور. تاني حاجه، لو ما اتقبلتش مره ممكن تتقبل اللي بعدها. ويلا بينا نملى ابلكيشن. اول حاجه تفتح الموقع بتاعهم على واي سي وهتتك على ابلاي، هيقول لك تابلاي دلوقتي للسمر ولا لا، وفي الوينتر فيه بتفتح 4 مرات في السنه. هتك على ابلاي فهيفتح لي الابلكيشن عشان املاها، اتك على الابلكيشن، انا اوريدي مليتها فهنشوفها. قدم 5 حاجات، اول حاجه بتبقى معلومات على الفاوندرز، اتقابلوا فين، عرفتوا بعض فين، اشتغلتوا مع بعض قبل كده ولا لا. بعد كده بتقدموا فيديو تشرحوا فيه فكرتكم، بتشرحوا انتوا مين والفكره جات لكم ازاي وكده. وبعد كده بتدوا معلومات عن الشركه، لو في ديمو بتقدموا الديمو. بعد كده بيسالك ايه البروجرس، وصلتوا لغايه فين، عملتوا ايه في الشركه، سجلتوا ولا ما سجلتوهاش، مش عارف ايه. وبعد كده يبتدي يتكلم معاك في الفكره، انتوا عاوزين تروحوا الفيجن بتاعتكم، عاوزين تعملوا ايه، رايحين لغايه فين بالظبط. وبعد كده يبتدي يتكلم معاك في الايكويتي، هتقسموا الدنيا ازاي ما بينكم. وبعد كده بيقول لك انتوا عرفتوا الدنيا عندنا ازاي. بعد ما بتملى الابلكيشن، دي ابلكيشن بسيطه ما بتاخدش منك كتير، بيجي لك الرد في خلال شهر اذا كان هتخش معاهم انترفيو ولا لا. الانترفيو بيبقى 10 دقايق، لو عديت من الانترفيو بيجي لك التمويل يا معلم. بس وان شاء الله هسيب لكم الفيديو في التعليقات اللي حابب يقدم يعني.